عاجل كولر يتخذ أول فرمان بعد رحيل سيد عبد الحفيظ ويتخذ قرار مفاجئ وطوارئ في الأهلي بعد أول قرار لخالد بيبو وغدر في رحيل سيد عبد الحفيظ عن القلعة الحمراء. ولكن في البداية عطروا فمكم بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت من عشاق قهوة الأهلاوية اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. بعد رحيل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي تتفاقم الأزمات، وهنبدأ بأول أزمة مدير الكرة الجديد خالد بيبو مع كولر، حيث اجتمع مستر كولر مدرب النادي الأهلي مع اللاعبين في غرفة مغلقة وقال لهم: أنا الآمر الناهي في هذا الفريق ولا أحد يراجع قراراتي. وكولر بهذه الطريقة تجاهل مدير الكرة الجديد خالد بيبو، لكن هذا القرار أغضب خالد بيبو وعمل اجتماع آخر مع اللاعبين لم يحضروا مستر كولر. ولكن هناك سؤال حير الجميع، والسؤال: لماذا الأهلي غدر بسيد عبد الحفيظ رغم أن سيد عبد الحفيظ أكفأ مدير كرة على مر التاريخ للنادي الأهلي؟ الجواب أن هناك انتخابات قريبة داخل النادي الأهلي، فحسام غالي بطبيعة حاله مؤثر كبير على كثير من أعضاء النادي الأهلي داخل الجمعية العمومية، وهذه الأصوات يحتاجها الخطيب في الانتخابات. لكن حسام غالي أصر أن الخطيب يدفع ثمن هو إقالة أكفأ مدير كرة على مر التاريخ داخل النادي الأهلي، فسيد عبد الحفيظ أخا وقائدا ومعلما. وفي النهاية لو أنت متضامن مع سيد عبد الحفيظ اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد.